السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا رزيع في فيديو جديد من قناتكم، قناة رزيع فيفا موبايل. والنهاردة رجعنا بفيديو قوي جدا 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 لأفضل 5 لعيبة ار دبليو في اف سي موبايل. توب 5 لأفضل 5 لعيبة ار دبليو كأداء على أرضية الملعب وكمان كسعر. وكمان هجيب لك لاعب رخيص جدا ولاعب غالي جدا وانت تختار ما بينهم، واقول لك مين احسن اللعيبة في الفئتين، في اللعيبة الرخيصة واللعيبة الغالية. وحرفيا اللي هيكونوا معاك هكرات على أرضية الملعب. وكمان ما تنساش تشترك معانا هنا في القناة، لأن عاملين مسابقة على 1000 اف سي بوينت أول ما نوصل إن شاء الله ل 500 مشترك. وإحنا دلوقتي 330 تقريبا أخ وأخت هنا في القناة. فاشترك علشان نبدأ في المسابقة. ومن غير ما أطول عليكم يا رزيع، ما تنساش تدوس على زر اللايك وننضم على عائلة الرزيع وتشترك هنا في القناة. وليتس جو. وهنبدأ بقى يا رزيع، ندخل على قسم السوق وندخل على قسم البحث ونختار مركز ال RW اللي هو هيكون متواجد معانا في فيديو النهاردة. هندوس على ال RW عادي وخش واقول لك مين افضل اللعيبة ال RW المتواجدة هنا. هنا تفتح. مبدئيا كده هنبدأ من تحت شوية. معلومة عايز اقولها لك. يعتبر ال RW والجي كي والأظهرة ال LB والار بي والجي كي والار دبليو، هما دول أغلى المراكز في اللعبة. لأن اللعيبة القوية فيها بتبقى قليلة جدا وبيبقى عليها طلب عالي جدا، فأنت دايما هتلاقي اللعيبة الار دبليو غالية. يعني أنا ممكن أوفر 100 بستمية مليون، يعني 500 مليون مثلا 400 مليون. فانت هتلاقي يعني اوفرات قليله وكمان الاسعار بتاعتها عاليه، وده طبيعي جدا. لان الار دبليو بيبقى السعر بتاعه غالي جدا جدا. واللعبه معودانا على كده يعني. فانت ممكن اقول لك لاعب 98 مثلا ب 200 مليون وده طبيعي. فانا النهارده هحاول اجيب لك اقل سعر وكاعلى كواليتي. ونبدا باول واحد متواجد معانا في الفيديو، وهو الفرعوني المصري محمد صلاح. محمد صلاح سعره مرتفع شويه 200، يعني تقدر تجيبه ب 218 مليون. ولكن اي مليون هتدفعه في محمد صلاح حرفيا هو يستحقه. اللاعب الصراحة اسطوري جدا يا شباب. اللاعب بطريقة جامد بطريقة مش طبيعية. حركة المهارة عنده 4، بالإضافة إلى القدم الضعيفة عنده 4. ولو دي لو بصيت على دقاته حرفيا في المراوغة، هو مقفل جانب المراوغة، كل حاجة عنده فوق 100. المراوغة عنده 102 والتحكم 100 والرشاقة 103 وكمان ردود الفعل 104. وكمان سريع جدا، سرعة الركض عنده 101. وكمان التمريرات عنده قوية جدا والفينش يعني ممتاز صراحة. بالنسبة لمحمد صلاح التمركز عنده 103 والانهاء عنده 103. فالصراحة اللاعب محمد صلاح نسخة قوية جدا جدا، رغم ان الاوفر قليل وكمان سعرها مرتفع، ولكن هو يستحق. انت ممكن تجيبه مثلا النسخة دي ب229 مليون، اوفر 102 هيكون حرفيا مختم مركز الار دبليو عندك في التشكيلة. نروح بقى للاعب التاني، وهو الأسطورة البرتغالية برناردو سيلفا. اللاعب أرخص من محمد صلاح بشوية، أرخص من محمد صلاح تقريبا ب100 مليون. أنا هنا ممكن تجيبه ب94 مليون، أو تجيب النسخة مطورة مثلا النسخة الحمراء ب109 مليون. وطاقاته الصراحة أنا مش شايفها إنها تقل عن محمد صلاح خالص. 4 قدم ضعيفة زي محمد صلاح، وكمان 4 حركة مهارة زي محمد صلاح. لكن في الطاقات هو أقل شوية. بالنسبة للطاقات المراوغة فهو أعلى بكتير من محمد صلاح، ولكنه أقل في السرعة وأقل في في طاقات التسديد. وأحسن شوية في التمريرات وكده. فهما الاتنين قريبين جدا من بعض. برناردو أحسن بكتير في المراوغات، ومحمد صلاح أحسن بكتير في السرعة وفي التسديد. فالاتنين الصراحة مميزين جدا، واللي تشوفه يناسب اسلوبك اكتر. يعني انت لو انت بتعمل مراوغات كتير فانصحك تجيب وطبعا بتلعب على الاستحواذ، انصحك تجيب برناردو سيلفا. ولكن لو بتلعب على الهجمات المرتدة وتلعب على الاجنحة والاطراف وكده، وان انت تضم وتعمل ارتوهات، لا طبعا انصحك باللاعب محمد صلاح. فالاتنين الصراحة مميزين جدا، والاتنين متكاملين بشكل مش طبيعي. فكده اول واحد معانا في الفيديو محمد صلاح، وتاني واحد في الفيديو معانا الأسطورة برناردو سيلفا. نروح بقى للاعب التالت معانا، وهو الأسطورة أيضا المتواجد معانا في فيديو النهاردة. وطبعا أنا دلوقتي اللاعب التالت هيكون غالي شوية، لأن الاتنين التانيين مش هيكونوا من مش هيكونوا متواجدين من القايمة دي خالص يعني. نروح بس للاعب التالت الأول، وهو الأسطورة الأسبانية الغالي غالي غالي جدا لامين يامال.
لامين يامال هو بالنسبه لي هو افضل ار دبليو في اللعبه. هتقول لي هل تنصحنا اشتري لامين يامال؟ طبعا طبعا وطبعا اوفر يعني، طبعا 100%. لا، حرفيا هو لاعب قوي جدا جدا جدا. حركة يعني مختم التسديد ومختم السرعة ومختم المراوغة. يعني هو يعني عيوب محمد صلاح هو عملها، وعيوب برناردو سيلفا هو عملها. فاللاعب متكامل بشكل مش طبيعي، ولكن ما انصحكش تشتريه. فانسب بديل للاعب لامين يامال هو بوكايو ساكا، وده هيكون اللاعب المتواجد الثالث معانا في الفيديو. حرفيا هو يعتبر ما يقلش حاجة عن اللاعب لامين يامال. سريع جدا جدا جدا، المراوغة عنده مميزة جدا ايضا، والانهاء والتسديد عنده ممتاز الصراحة. والتمريرات ايضا عنده كويسة. فللناس اللي عايزة تشتري لامين يامال، لا طبعا ما انصحكش انك تشتريه. انه اللاعب مميز وقوي جدا، ولكن سعره حرفيا 600 مليون. لا، انت ممكن تجيب لك 2 او 3 ار دبليو بالسعر ده. ممكن تجيب محمد صلاح وتديله تدريبات مثلا، هيكون احسن من لامين يامال. فاول واحد معانا في الفيديو صلاح، تاني واحد معانا برناردو سيلفا، تالت واحد معانا ساكا. والنصيحه اللي هديها لك في القائمه دي انك ما تشتريش لامين يامال، لان سعره مرتفع جدا جدا. ولو معاك مثلا يعني سعر لامين يامال او اقل شويه، فلا انصحك تشتري محمد صلاح النسخه دي لو معاك كوينز كتير يعني. نروح بقى للاعب الرابع والخامس، ولكن انت هتخش على التصفيات وهتخش على البرنامج وتضيف الايقونات، وكمان حدث الابطال، وكمان حدث الذكرى السنويه. لان هنجيب اخر 2 متواجدين معانا في الفيديو من حدث طبعا الذكرى السنويه، اللي طبعا الجليتش موجود في اللعبه واللعيبه دي مش بتظهر. طبعا هتظهر لك هنا لعيبه كتيره جدا. اللاعب الرابع معانا في الفيديو النهارده هو اللاعب مينيتس. اللاعب ده لاعب نادي برايتون والمنتخب المازيمبي تقريبا ده، صح؟ المنتخب غامبيا، مش مهم. طبعا اللاعب ده دلوقتي هو اوفر 99، وكمان ممكن يوصل لاوفر 100 يوم 24 بالظبط. ان طبعا الكارت ده بيتطور، يعني اللاعب ده ممكن يوصل لاوفر 99 وكمان يوصل لاوفر 100. فانت ما تبصلوش خالص ناحية الاوفر. اللاعب طبعا ب20 مليون فقط. ولو بصيت على طاقاته، هو اسرع من صلاح، واسرع من برناردو سيلفا، وكمان اسرع من بوكايو ساكا. يعني هو اقل من لامين يامال بشوية. طاقته في المراوغة هو يعني حرفيا هو يعتبر احسن بكتير من يعني هو اللاعب قوي جدا جدا، ولكن العيب الوحيد فيه هو في التسديد. الانهاء عنده 97 ممتاز جدا جدا، ولكن التسديدات البعيدة وقوة التسديد عنده ضعيفة 85 فقط، والتمركز 94. فيعني ما اللاعب في التسديد هو سيء جدا جدا، ولكن في الايقاع والمراوغة فهو اللاعب ممتاز وهيفيدك جدا في المراوغات. وكمان القدم الضعيفة عنده 3، فهي مش أحسن حاجة، ولكن اللاعب مميز جدا بالسرعة. وكمان بالمراوغات اللاعب خفيف جدا، ممكن كمان يوصل لأوفر 100. يعني أنت ممكن تجيبه كده كده دلوقتي لو هو اتطور هيبقى أوفر 104 فقط ب100 مليون. فاللاعب الصراحة قوي جدا جدا جدا، وأنصحكم بيه. نروح بقى للاعب الخامس معانا واخر لاعب متواجد معانا في الفيديو، واللي الصراحه اتصدمت من طاقاته بالنسبه لسعره. هو اللاعب البرتغالي بيدرو نيتو. بيدرو نيتو هو ب37 مليون، ممكن تجيبه مثلا ب100 مليون. اوفر 102 ب100 مليون. حرفيا طاقته مش طبيعيه. 4 قدم ضعيفه و4 حركه مهاره، يعني زي محمد صلاح وزي لامين يامال وزي ساكا وزي كل الناس اللي انا قلتهم. وكمان طاقاته اسطوريه يا جماعه. السرعه عنده 103، يكفيني بس ان انا اقول لك دي واطلع. يعني السرعه عنده 103، مراوغه 108، مراوغه 108، التحكم بالكره 106، الرشاقه عنده 108. حرفيا اللاعب خفيف جدا، وكمان سريع جدا جدا جدا، وكمان اللاعب قصير، فحرفيا هيعدي كده من بين اللعيبه. يعني زي ما بنقولها يعني السكينه في الحلاوه. فالصراحة اللاعب خفيف جدا جدا. وكمان الفينش بتاعه الانهاء عنده 97، وقوة التسديد عنده 92، والتمركز 97، وكمان التمريرات عنده قوية جدا. فاللاعب تقريبا ما فيهوش عيب، كل حاجة فيه متكامل شوية. طبعا البدن ضعيف جدا، وده يعني شيء اعتدنا عليه يعني في مركز الار دبليو. ولكن اللاعب قوي جدا جدا، وانصحكم بيه وبشدة يعني. وده هيكون اللاعب الختامي معانا في الفيديو، واللي انصحكم بيه هو اللاعب بيدرو نيتو. وبكده يا رزاق نكون وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا. بتمنى منك انك تكون صليت على النبي ذكرت الله، ودعمتني ودوست على زر اللايك، وانضميت لعائلتنا عائلة رزاق، واشتركت هنا في القناة. وجود باي.